السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ منورين مطبخ نونو. النهارده هنعمل اكله من ألذ الاكلات اللي هنعملها سوا مع بعض. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعضنا. هنعمل الكشري، الكشري المصري الاصيل. الكشري مع بعضينا هنسلق الاول الحمص، وبعد ما نسلقه احنا طبعا نقعين الحمص بقاله 6 ساعات نقعينه، واول ما اجيبه هحطه في الحله، واول ما يغلي 2 طماطم وبصلايه جوليان ومعلقه ثوم، وهحط الملح والكزبره والكمون والخل والليمون هحطهم، بس اول ما يغلوا غلوتين هقوم حاطه الليمون، هحطه اخر حاجه. هحط الخل الاول في الغليان، وبعد كده هوطي النار عليه، يقرب يبتدي يستوي هقوم عصره عليه نص ليمونه. هنا في المرحله دي موطيين النار عليه خالص عشان يستوي على نار هاديه. في المرحله دي هحط نص الليمونه. وهنا البصل هكون حاطه معاه معلقتين دقيق وليمونه، وبعد كده ما تحطوش نشا عشان النشا بيبوظ البصل. انا حاطه معلقتين دقيق، جربوه بالدقيق. انا طبعا هنا عامله كميه البصل، عاملاها كميه كبيره، عامله كيلو بصل. هغلي ميه على النار عشان هعمل الدقه. هحط معلقه كبيره كمون، ومعلقه كزبره وملح ومعلقه ثوم وربع كوبايه خل، وهحط عصره ليمونه وهقلبهم. وبعد كده اول ما الميه تغلي هقوم حطاها الدقه فيها. وهنا همسك المكرونه. انا عامله ربع مكرونه سباكيتي وربع مكرونه قلم وربع مكرونه صغيره، هقلبهم كلهم في قلب بعضهم ويستووا. واول ما يستووا هقوم محضره، هيكون البصل اتحمر. همسك الزيت بقى. هنا مرحله الزيت اللي هعمل بيه الكشري كله. هجيب الحله على النار، هنا هجيب الزيت وهحط حبه زيت، واول ما هنزل عليها بالشعريه هقوم محمره، واول ما يدي اللون الذهبي هقوم نازله عليها بالعدس بجبه. خلاص اول ما نزلت عليها بالعدس بجبه هقوم بعد كده هنزل عليهم بالرز، وهقوم حاطه عليها فصين ثوم، وهحط الكمون والكزبره وواحده مرقه دجاج، وهشوحهم تشويحتين مع بعضهم. اول ما الثوم ريحته تطلع هقوم وهحط الملح، وبعد الملح هقوم حاطه الميه المغليه زي ما انتم شايفين كده. اول ما الميه تتشرب شويه هقوم موطيه النار عليه. وهنا خلصت الرز كده. هعمل بقى معانا حطيت عليه زي ما انتم شايفين كده، وهسيبه المرحله الثانيه لحد ما يستوي. هنا هجيب معلقه ثوم كبيره حلوه، ومعاها الزيت اللي انا محمره بيه البصله. هحط حبه زيت، معلقه ثوم، وهشوحهم لحد ما يحمروا كده، يبقى لونه الذهبي. هقوم نازله عليها بمعلقه صلصه. اول ما احط معلقه الصلصه هشوحها كلها في قلب بعضيها، وبعد ما اشوحها هقوم نازله عليها بالشفشق الطماطم، سايبه حبه ميه بتاعه سلق المكرونه هقوم حطاها في قلب الصلصه. وهنا في المرحله دي هحط ربع كوبايه خل، واحده مرقه دجاج. عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين استغنوا عنها. وهنا هحط معلقه كزبره ونص معلقه فلفل اسود ومعلقه كمون، وهسيبها لحد ما تغلي وتستوي تتسبك زي ما انتم شايفين كده. هوطي عليها النار وتطلع زيوتها زي ما انتم شايفين كده. هقوم نازله عليها بمعلقه الخل، كل حاجه نص معلقه، مع نص معلقه كزبره ونص معلقه كمون، وهقلبهم كلهم في قلب بعضيهم. واول ما الزيت يطلع كده من قلب الشطه هقوم حاطه معلقه الخل، وهطفي عليها في المرحله دي هطفي عليها النار. وكده خلصنا. هنا عملنا الدقه وعملنا البصل زي ما انتم شايفين كده، وعملت الكشري والشطه الزيت. الف انا وشفا على اللي كلوا، وما شاء الله كان طعمه تحفه. اللهم بارك. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي متابعيني من انهي بلد. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده، وده الشكل النهائي لاكلتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله. ولو حابين اعمل لكم اي وصفه عايزينها قولوا لي في الكومنتات، وانا عينيا ليكم هعملها لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.